دكتور أحمد أبو الوفا في دليل النجاة الفردية كان بيتكلم عن حاجة مهمة جدا، عن علاقة الآباء بالأبناء. وكان بيتكلم إنه بنسبة 90% من الأمراض النفسية أو الاكتئاب أصلاً اللي بيحصل عند الأبناء بيكون سببه الآباء، سببه علاقتهم الهشة بيهم. إحنا مش بناخد بالنا إن إحنا مش بنسمع عيالنا، مش بنديهم المساحة اللي تخليهم يتكلموا كفاية، ودايماً بنحكم عليهم بعقلنا إحنا، بعد تجاربنا إحنا، ما بننزلش لدماغهم هم. بمعنى إيه؟ إحنا المفروض نسمعهم بدماغهم، بأحلامهم، بطريقتهم. هم لسه ما اكتسبوش التجارب الكفاية عشان يفهموا. فيجي ابنك يتناقش معاك في قصة، فتيجي تقوله إيه الهبل اللي أنت بتقوله ده؟ أو أنت مجنون؟ لا، هو مش مجنون، هو سمع القصة لأول مرة، سمعها وبخياله هو. أنت بقى سمعتها بتجاربك وبمشاعرك وبعقليتك وبنضوجك. المفروض إن أنت تفكر مكانه، مش تفكر مكانك. المفروض إن أنت تخصص على الأقل ربع ساعة تسمعه كويس جدا من غير ما تتناقش، إلا وأنت فاهم كويس قوي هو حاسس بإيه، هو فاهم إيه، هو وصلت له المعلومة إزاي. ولازم لما تيجي تتناقش معاه فيها، لو عايز توصل له الموضوع من وجهة نظرك أو بتجاربك أنت، لازم تقعد تشرح له الموضوع من بداية ما أنت خدته لحد ما أنت وصلت النهاردة كبير. عشان هو النهاردة مادام أنت عايز تنقل له تجربتك كاملة، فأنت لازم تقعد تتكلم معاه في تجربتك كاملة. ما تتكلمش معاه من وجهة نظرك اللي هو إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنت ما ينفعش تفكر كده. لا، ينفع يفكر كده. يعني إحنا النهاردة في عصر السوشيال ميديا، هو لو هو فكرش، يعني لو أنت منعته إنه يفكر كده من خلالك، هو هيفكر كده من خلال السوشيال ميديا، هيفكر كده من خلال اليوتيوب، هيفكر كده من خلال الريسيرش. إحنا كل حاجة بقت متاحة. الكوباية اللي أنت بتسقيها لولادك، فهي دي اللي هيطلعوا شاربين منها ومستكفين. لو أنت ما عملتلهمش الإشباع ده من خلالك، هم هيشربوا من حد تاني، هيبقى عندهم إشباع من حد تاني، سواء بقى من صحابهم، وده أنت ساعتها هتبقى خسران، لأنه صحابهم هينقلوا برضو تجاربهم الشخصية، مش هينقلوا المعلومة الصح، سواء هينقلوه من الإنترنت، بلس إنه مشاعرهم والتجاهل اللي أنت هتقدمه لهم هيخليهم يدوروا على ناس تانية تهتم بيهم، هيخليهم يكبروا وهم ما عندهمش إشباع كفاية، هيحبوا ناس مش بيحبوهم، وهيدوا مشاعر لناس ما تستاهلش المشاعر، وهيقربوا من حاجات ما تستاهلش إن هم يعدوا بيها. فأنت هتخلق مريض نفسي من غير ما تاخد بالك، هتخلق واحد عنده اكتئاب واكتئاب مزمن، هتخلق طفل عنده عدم إشباع للحب كفاية، فيروح يدور على واحد اللي هو النهاردة بيسموه توكسيك عشان يديله حب. فأنت اللي بتزرع النهاردة وأنت اللي هتحصد بكرة. فكروا كويس جدا، واقروا كتاب دليل النجاة الفردية لدكتور أحمد أبو الوفا، وتعلموا كويس إزاي تتعاملوا مع أولادكم، وحبوهم كفاية، وقدموا لهم كل الدعم، عشان هم دول الجيل اللي جاي، هم دول حياتك اللي جاي. انت ما عندكش قصة تاني تحكيها، انت قصتك هتحكيها في ولادك. وبس كده، باي باي.